السلام عليكم، كي عاملين خوتي؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غنحضر معكم واحد الحلوى ديال البوق كنزينها بالفواكه معسله. عندي هنايا نص كاس ديال الكوك محمر وخليته برد، حمصته شويه وخليته برد، وعندي كاس السكر وكاس الزيت ونص كاس ديال النشا وواحد البيضه والفواكه معسله للتزيين. ها هي فين هي. وعندي واحد شاف سيتراني وعندي قبيصه الخميره غير شويه. ودابا غنعمل نص بواطه د الزبده. هاي الزبده خدموا بها، هذه عندي فيها 250 غرام، انا غنعمل نص ديالها 125 غرام، نص ربع الزبده اللي غنستعمل انا، وكل واحد يستعمل على حساب الكميه العائله اللي عنده. كتجي غزاله حلوه قديمه. انا كنعمل نستعملوها في ايام زمان. في الجيل الذهبي كانوا كيستعملوا هذه الحلوى، كتجي غزاله ما شاء الله. هاي جربوها. حلوى البوق ما كاينش اللي ما كيعرفهاش. نعمل كاس السكر وغنخدم هادشي مزيان. ترجع لي بوماض هادشي وعادي تك غنزيد الزيت وغنعمل فاني. ها هي فين هي نعملتها وغنخدم هادشي مزيان. وعاد غنزيد الزيت، وعندي واحد البيضه، ولا بغى يضعف الكميه يضعفها. حلوه بسيطه وسهله، اي واحد يعدلها، واخا المبتدئات كتجي ساهله. انا غنخدم هاد الزبده مزيان تترجع فومه. هاهي كاس عندي بحراره المطبخ ما تعبتنيش. دابا غنزيد كاس د الزيت وغنخدم هادشي مزيان. هاد الزيت ضروري خصو يدخل مع الزبده مزيان، خدموه مزيان. ودابا غنزيد البيضه. خدموا هاد المقادير مزيان. هذا
هاهما كيفاش رجعوها. دابا غنزيد الدقيق وحبيبات ديال الملح، يعني عملت قبيصه د المليحه ونص كاس د مايزينا النشا يا مايزينا، وعملت الدقيق غنبقى نجمع الكميه اللي غتكفاني. تجي شي قصحه حيت حنايا غنخدمو فيها بالبوق بيدينا، هذا غنجمعو هاد الدقيق اللي عندنا شويه بشويه، وحنا كنزيدو الدقيق بشويش بشويش تنجمعو هاد الكميه. وانا جمعتها كتجي شي قاصحه كتجي خفيفه فاش كتهبطنا في البوق كتساعدنا. ودابا غنمسح هذا المكان باش نبقاو نحضروا الحلوه ديالنا. خليكم معايا. دابا هذا هو البوق اللي كنعدل به. كنعمل العجينه هنايا وغنبقى تسكب صبعي وغنزل يدي في الطاوله. هايدا ها كتجي غزاله ما شاء الله، يجربوها. انا بديت كنعدل واحد الكميه، تسكيو عليها هايدا مزيان. ايوا صافي، وغنبقى نعدل هادشي هذا كامل حتى نسالي. واقتصاديه كنغطيها ببلاستيكه وانا كنخدم. وغنبقى نزين بالفواكه معسله. الالوان اللي عندكم زينوا بها. كتعطيها منظر. الالوان اللي عندكم، واللي ما بغاش يزين بفواكه معسله ملي طيب يزينها بالشوكولات. دابا غنكمل هاد الطاوه. هذا هو الشكل النهائي ديالها. دابا غندخلها للفران، غنخليها طيب على 180 درجه. كتعطل شي كتبقى بيضه شويه ونخرج. ها هو الشكل ديالها. انا عملت الطيب. دابا هذه غنحيدها صافي. هذا هو الطيب ديالها. وهذه التحتانيه عاد عدلتها كتجي غزاله ما شاء الله. غير جربوها. ها شوف كيفاش كتبقى هيدا صافي. خرجتها من الفرن، ها هي بردت. ودابا غنقدمها معاكم. هي ما شاء الله كتجي غزاله. هذا هو الشكل ديال الحلوى نهار اليوم. شتي كيفاش كتجي غزاله ما شاء الله. غير جربوها، اقتصاديه كتجي هشيشه. الحلوى د البوق
ستيفور، كتجي فنه غزاله ما شاء الله. جربوها، سهله واقتصاديه. وفيديو اخر ان شاء الله.